ليه كده يا مدام شاهندة؟ ليه كده؟ استنى يا استاذ صبحي، انت ليه ما سمحتلهاش؟ الله، ليه يا استاذ؟ يا باشمهندس انت عارف الربكه اللي كنا فيها ساعتها. بصراحه الاسره كلها كانت موجوده وانا خفت من سوء الفهم. اي سوء فهم؟ انت عارف ست والدتك. انت خفت لما ماما تعرف ان في بينهم علاقه غير شرعيه. لو سمحت يا باشمهندس ما تفهمش غلط، انا مرات الدكتور احمد على سنه الله ورسوله. انت كنت عارف الكلام ده يا استاذ صبحي؟ ايوه. من امتى؟ من 3 شهور بس اتجوزنا. أنا آسفة جدا، الظاهر إنه كلامي تسبب في حرج مش مقصود. على العموم يا ريت يا باشمهندس تبقى تكلمني أو تعدي عليا وأنا أشرح لك الموقف. عن إذنكم. عن اذنك يا باشمهندس اوصل مدام. اتفضلي يا مدام. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اتجننتي؟ ما هو مصيره كان هيعرف. ده تصرف غلط جدا. عاجبك حالته دلوقتي؟ أنا متأكدة إنه هيفهم ويقدر. يا ست يفهم ولا ما يفهمش، انت مالك انت؟ أحمد العربي محتاج حد يقف جنبه وخصوصا ابنه. الو. ايوه يا ابراهيم. لا كان لسه هيوافق وانا كنت طب بقول لك يا ابراهيم، انا هبقى اطلبك بعدين. سلام. ممكن تسيبيني دلوقتي؟ ممكن تسيبيني دلوقتي؟ ادخل. أنا آسفة يا باشمهندس إذا كنت تسببت لك في أي ألم. أرجوك اتصل بيا وأنا هشرح لك كل حاجة. ده الكارت بتاعي. ايوه
ايه يا باشمهندس؟ واحنا مش في بينا ميعاد ولا ايه؟ لسه بدرس الملف. لا 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 لا، انت كده طولت قوي يا باشمهندس. احنا ما عندناش وقت نضيعه اكتر من كده. انا مستنيك الليله الساعه 9. هكون في المركز الرياضي. بعد ما خدت الدكتوراه بتقدير جيد جدا ومرتبة الشرف الثانية، كان لازم اروح مصر، خصوصا بعد ما تعينت في كلية التجارة جامعة القاهرة. اتفضل. اهلا وسهلا بالدكتور احمد العربي. اهلا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل استريح. شكرا. انا قريت رساله الدكتوراه بتاعتك واعجبت بيها جدا. انا متشكر جدا يا فندم. دور المعونه الاجنبيه في تمويل التنميه الاقتصاديه في دول العالم الثالث. دراسه متفوقه جدا وجديده من نوعها. عشان كده مجلس الكليه قرر انك تدرس معايا هنا كورس الاسواق الماليه والنقديه. دراسه جديده من نوعها. ايه رايك؟ اي حاجة ليها علاقة بالتخطيط المالي والاقتصادي هكون سعيد بيها جدا يا فندم. انت تقريبا 40 سنه. ايه اللي اخرك؟ في الحرب يا فندم. انا كنت مجند من 67 لغاية 74. جدولك هيبقى لسنه ثالثه ورابعه. هيساعدك معيد نابه جدا اسمه صبحي عبد الدايم. اتفضل. اهو ابن حلال. تعال يا صبحي. تعال. الدكتور احمد العربي استاذ الماده الجديده اللي انت هتساعده فيها ان شاء الله. اهلا وسهلا يا فندم، سعيده جدا. اهلا وسهلا. ويا ترى دورت على سكن؟ لسه والله. انت يلزمك سكن قريب هنا من الجامعه. ما تقوليش بين السرايات، ده انا اتهريت منها وانا طالب. لا، هو في منطقه هنا جنب الدقي معقوله قوي، ممكن تبقى مناسبه ليك لحد ما يخلصوا سكن اساتذه الجامعه. وفي سكن لاساتذة الجامعة؟ مشروع كويس قوي، بس لسه قدامه شويه عبال ما يخلص. طب ما الواحد يحجز فيه ده. ايوه، بس دلوقتي انت مؤقتا لازم تلاقي لك سكن في منطقه الدقي دي، لان انت عارف اليومين دول بقى الايجارات مولعه والخدمات نار. لا 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 لا، ابعدني عن الخلوات دي، انا ما معيش حاجة ادفعها خالص. خليها على الله. عموما ربنا يسهل باذن الله. ربك يسهل. شكرا. يلا يا ولاد. يلا يا ولاد، يلا تعالوا من هنا. يلا حبيبي. يلا. معلش انا عارف المكان مش قد كده، بس هو سكن مؤقت لغايه لما نسكن في سكن اساتذه الجامعه. يلا يلا خد يا اسطى. شكرا 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 شكرا. سيبها لي. الحاجة اترتبت فوق. رتبتها انا وصبحي. مين صبحي؟ صبحي ده معيد زميلي في الجامعه. يلا 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 بس. يلا يا ولاد. يلا خش خش خش. يلا خش يا ماهر. يلا يا ولاد. يلا. معلش يا ابو ماهر، هو اهم ميزه في المكان ده ان هو قريب من الجامعه، وكمان ما دفعتش فيه خلو رجل. بس اول لما مساكن هيئه التدريس تخلص هناخد فيه على طول. انا قدمت طلب للجامعه. الشقة دي
عايزه تتوضب كويس عشان نعرف نعيش فيها لحد ما نعزل بعد عمر طويل. انا مش غاوي بحث علمي وشغل اكاديمي. مرتب مدرس الجامعه ما بياكلش عيش دلوقتي يا دكتور. يعني انت مش ناوي تكمل وتاخد الدكتوراه؟ انا بشتغل بعد الظهر في معهد تجاري فوق المتوسط. انت عارف دلوقتي الشركات الاجنبيه والبنوك الاستثماريه ابتدت تفتح في مصر وطالبين موظفين مؤهلين. المعهد ده بيخرج الموظفين دول. ودول اللي بيدوا مرتب كويس؟ لا، حسب عدد الحصص اللي انت هتشتغلها، هما بيحاسبوا على الحصه. تحب اكلم لك عميد المعهد؟ يا ريت يا صبحي، انا اصل الظروف الماليه اليومين دول منيله. خلاص، سيب الموضوع ده على الله وعليه. صبحي ما كدبش خبر، وبعد اسبوع كنت واخد جدول كبير في المعهد. كنت اخرج من فصل اخش فصل تاني من غير راحه، وفي البيت احضر محاضرات المعهد والكليه. وبعدين يا احمد، انت كده بتتعب نفسك اكتر من اللازم. اعمل ايه بس يا بسمه؟ الحياه في مصر اصعب من دمياط، وديكي شايفه الدنيا كل مدى عماله بتولع. بس صحتك تتعب كده، ده انت تقريبا ما بتنامش. انا عايز اريحك بقى. العيال كترت والمسؤوليات زادت عليك. طول ما انت جنبي يا حبيبي وحاسس بيا مفيش حاجه في الدنيا تتعبك. المهم بقى زميلاتك اللي في الجامعه ما يملوش دماغك. اخصى عليكي، اوعي تقولي كده بقى بعد كل اللي انت بتعمليه لنا ده. لا حقيقي مالكيش حق. طب قول لي، بتحبني؟ ده سؤال برضه يا ام ماهر. بقى بعد كل اللي بعمله لك ده مش باين مشاعري ناحيتك شكلها ايه؟ مش عارفه، ساعات بحس ان جواك نار قايده على طول ما بتطفيش، وبخاف من النار دي. هعمل ايه بس؟ انا عايز اوصل بعيلتنا الصغيره دي لبر الامان. يا احمد الناس كلها عايشه وراضيه بظروفها دي. مستكينه يا بسمه، مستكينه. في فرق بين الاستكانه والرضا. انا راضي والحمد لله، لكن حاسس ان انا ممكن ابقى احسن من كده، ممكن ابقى اكبر من كده. ربنا معاك يا حبيبي، اسيبك عشان تشتغل. حطت ايدها على نقطة صح جدا. جوايا نار قايدة مش عايزة تنطفي، طاقة زايدة مش عارف أعمل بيها إيه. خدت دبلومين في 2 ودكتوراه في 4 سنين، ورغم إني عديت ل40 من عمري لكن كنت حاسس إني لسه ببتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي هيجي دلوقتي؟ ايوه ايوه، مين؟ افتحي، هتكون مين يعني؟ ايه ما بتفتحيش ليه؟ بشويش، انا ما صدقت نيمت الولاد. ونايمتيهم ليه؟ صحيهم صحيهم. ايه ده صحيح وفرحان كده ليه؟ ما تفرحني معاك. اتفضلي يا ستي. ايه دول؟ 250 جنيه مرتبي من المعهد اللي بشتغل فيه بعد ظهر. يا خبر، دول اكتر من مرتبك في الجامعه. الحمد لله، افتكر كده ربنا سترها وكفاياكي شقه بقى. قصدك ايه؟ قصدي انك انت تستريحي بقى، وكفايه تعب ما بين البيت والشغل. عندك حق يا احمد، انا فعلا مش ملاحقه على الاثنين. انت هتقولي لي ما انا شايف كل حاجه بنفسي، بس على عيني والله يا حبيبتي.
خلاص من هنا ورايح هتستريحي خالص. وشغل. خدي اجازه بدون مرتب لغايه لما الولاد تقدر تستغنى عنك. بعد كده ممكن ترجعي الشغل في اي وقت انت عايزاه. وتفتكر البيت هيقدر يستغنى عن مرتبي؟ الولاد بيكبروا ومصاريفهم بتكتر. ربك هيسهلها وكل نيات برزقك. طب تفتكر الشغلانه الاضافيه دي هتستمر؟ ادعي ربنا، طول ما الواحد بيشتغل باخلاص وبضمير ربنا لازم هيساعده. ان شاء الله. انت واقفه تعملي ايه؟ وضبي لي حاجه كلها انا هقعد من طولي. عينيا يا حبيبي. استمرت الحكاية دي كام شهر لغاية لما فوجئت في يوم من الأيام بعميد المعهد بعت لي جواب بيستغنى فيه عن خدماتي. ايه معنى الكلام ده يا صبحي؟ الراجل جاله مدرس تاني اقل منك طبعا، هو بنفسه قال كده، لكن ايه؟ جاله امر بتعيينه من جهات عليا. جهات عليا يعني ايه؟ انا حاولت معاه الحقيقه، قال لي ان دي اوامر. وملاش غير يمشيه؟ ما هو الراجل كان لازم يختار ما بينك وبين المدرس اللي جاله امر بتعيين. اما قادر عليا انا طبعا، ما هو اللي ملوش ظهر. ايوه. طب وبعدين اعمل ايه؟ ده انا كنت معتمد على المرتب الاضافي، رتبت حياتي كلها على كده. عموما ربنا يسهل ونلاقي معهد تاني. مراتي كمان سابت الشغل. طب الدكتور أدري زمانه جاي، انا مديله ميعاد هنا في النقابه، نطلب منه انه يتوسط لي. على بال ما يتوسط لي يبقى اموت يا حمار. انا ماشي يا صبحي. خليفه خليها عندي انا بقى المره دي. ايه صعبت عليك قوي؟ وادي يا خليفه خلي باقي عشانك. سلام يا صبحي. ياه، ده باين عليه صعب قوي، هيتعبني على المدى الطويل يعني. أي حاجة تمس كرامتي أو الإحساس بالشفقة مستحيل أقبلها. الشغل أنا مستعد أشتغل وبلا حدود، خصوصا لو كان الشغل ده أنا بحبه. وانت حبيت التدريس؟ جدا، لأني مريت بكل مراحله من ابتدائي لغاية الجامعة. أنا على كل حال ليا رأي فيه لما يجي وقتها هبقولك عليه. المهم إن أنا بعد الموقف ده لقيت نفسي في الهوا. اكيد طبعا، لانك كنت عودت نفسك على الدخل الاضافي. مش بس علشان كده، لأني حسيت بالظلم. عارفة لو كان جاب واحد مؤهله أحسن من مؤهلي كنت يمكن قبلت الوضع ده ببساطة، لكن للأسف هو جاب واحد لأنه استضعفني، لأنه هو ليه واسطة أنا ماليش نفس الواسطة. في الليلة دي ما عرفتش أنام خالص. كنت حاسس إني مخنوق والبيت مش سايعني. أحمد 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 أحمد
مش قادر، دماغي هتشت. على ايه ده كله؟ في 60 داهية. اقطع اجازتي وارجع شغل تاني. لا مش هترجع الشغل تاني، بس خش نامي دلوقتي بقى. وانت يا احمد؟ هنام بعد شويه، انت بتصحي بدري عشان الولاد، ارجوك خشي نامي. وفجأة جات لي الفكرة، شفتها قدامي زي ما تكون حقيقة. شفتها؟ هي ايه دي اللي شفتها يا دكتور؟ الفكره المعهد يا صبحي. معهد ايه؟ معهد لدراسه العلوم المصرفيه والماليه. هو فين المعهد ده؟ لسه هنشئه. معهد للعلوم الماليه والمصرفيه بس؟ انت مش بتقولي ان الدوله دلوقتي محتاجه موظفين جداد يشتغلوا في البنوك الاجنبيه والشركات الاستثماريه اللي هي بتزيد يوم عن يوم دلوقتي؟ ايوه، بس قانون التعليم يسمح. لازم يسمح. ايه اللي يمنع؟ انا هوصل مشوار لغايه الوزاره، هدرس معاهم الموقف واطلع التصاريح اللازمه. احنا هناخد الطلبه اللي هي ما اتقبلتش في الجامعه وعايزه تشتغل في الشركات دي وفي البنوك دي. الله، ده انت عملت دراسه للموضوع من كل نواحيه. احنا كل اللي محتاجين له ما بين 8 و10 مستثمرين، كل واحد فيهم يحط 10000 جنيه. وحددت عدد الطلبه اللي هيقبلهم المعهد والمصاريف اللي هيدفعوها الطلبه دول؟ بص يا صبحي، الدراسه المبدئيه اللي انا عملتها دي موجود فيها كل حاجه، خدها واقراها على مهلك وقول لي كل ملحوظات، كل ملحوظه هتقولها هتفيدني، ونتقابل بالليل. يا وانا هلحق اقرا ده كله من دلوقتي لحد بالليل واعمل لك ملحوظات كمان؟ ما انت هتروح تقراه دلوقتي وانا هاخد السكاشن بتاعتك. يلا ما تضيعش وقت. يلا. حاضر يا سيدي. يلا انت لسه هنا يا راجل. يلا قدامي. كنت زي المحموم، الفكره كانت مسيطره عليا بالكامل، كنت حاسس اني هموت لو ما اتنفذتش. زي فكرة المرجحة ما سيطرت عليك قبل كده. بالظبط. ليلتها صبحي جالي عامل دراسه كامله للمشروع وكاتب لي شويه ملحوظات في غايه الاهميه. في الحقيقه صبحي ده مساعد كفء جدا ومتفاني. ده عم صبحي اللي بيشتغل معاك في الشركة؟ بالظبط. المهم ان احنا وضبنا كل الاوراق، خدنا موافقه الوزاره واخترنا الارض اللي هنبني عليها المعهد، وما فضلش غير التمويل. وطبعا انت حالتك المادية كانت لا مفيش ابيض. الماهيه بتاعتي كانت بتكفيني بالعافيه لغايه يوم 15. طب ازاي تفكر في مشروع زي ده وانت مش معاك فلوس؟ كنت مقتنع تماما ان الفكره الصح في الوقت الصح تعمل ملايين. طب عملت ايه؟ بص بقى يا صبحي، الولاد اللي هتخرج من عندنا لازم يكونوا على مستوى رائع جدا من القدره ومن الكفاءه عشان يقدروا يتعينوا في البنوك الخاصه والشركات الكبيره. على فكره بقى ده مضمون جدا، لان الكورسات اللي حضرتك حاططها وعدد ساعات الدراسه مغريه جدا لاي شركه او بنك. وهم دول بقى اللي هيمولوا المشروع بتاعنا. هم مين دول؟ مديرين البنوك والشركات، الناس اللي في ايديها اتخاذ القرار. لو احنا قدرنا نقنعهم بجدوى المشروع ده تجاريا وعلميا بالشكل ده ممكن يمولوا المشروع. طب ودول هنقدر نقنعهم ازاي؟ لو قدرنا نقنع 10 منهم بس هنقدر نبتدي المشروع بتاعنا. طيب ودول هنوصل لهم ازاي؟ انا اعرف واحد منهم مدير البنك التجاري، كان مشرف على الدكتوراه بتاعتي قبل كده، هروح اقابله واشرح له الموضوع. وانا اعرف واحد عضو مجلس اداره شركه كبيره قوي من شركات الاسكان اللي طالعين اليومين دول، اسمه سعدون الفنجان. حلو قوي. احنا نبتدي نشتغل على الاثنين دول وبعد كده نعمل كشف بقيه الاسماء، اللي يجي معانا اهلا وسهلا، اللي ما يجيش ندور على غيره. وانا هعمل لك كشف باهم الشركات والبنوك اللي موجوده في البلد واهم اسماء ناس شغالين فيه. انا عايزك تاخد الموضوع بجد. عايزين نبتدي الموسم الدراسي اللي جاي. لا يا دكتور مش ممكن، مفيش وقت. طب مفيش وقت ده ايه؟ احنا ما عندناش غير الوقت، احنا اللي مش عارفين نستغله. كنا بقينا في بداية الثمانينات، وكان في محاولة جادة للخروج من أزمات البلد اللي حصلت في السبعينات كلها، في نفس الوقت اللي ابتدى فيه القطاع الخاص ينشط والدولة تشجعه.
عملنا كشف بحوالي 50 شخصيه عشان ينضموا لنا في المشروع. اللي وافق منهم 8 بس. ايه ده؟ 8 من 50 هم اللي وافقوا؟ طب والباقي؟ الباقي في منهم مرضيش يقابلنا من الاول، وفي منهم ما اتحمسش، وعملنا مساهمه كل واحد من ال8 10,000 جنيه. ودول كفايه؟ يا دوب هنأجر المبنى ونجيب شويه تجهيزات ونعمل لنا اعلان ولا 2 في الجورنال. طب انت جبت الفلوس بتاعتك دي منين؟ استلفتهم من البنك، بس عشان مدير البنك يرضى يديني قرض كان لازم ياخد ضمان، وانا ما كانش عندي اي ضمان. عملت ايه؟ ما كانش قدامي غير اني اروح البلد لابويا وامي. كوباية مية يا منصورة لابوكي. بنت يا منصوري. نعم يا ماما. جاك بول لما يلهفك. خلاص راحت الكحة يا ماما. خدت الدواء يا عيلي؟ دواء ايه يا نعمان؟ والله مالوش لازمة ولا بيعمل جنس حاجة. لازم تاخدي الدواء زي ما قالك الدكتور. روحي يا بنت هاتي الدواء لأمك. حاضر يا بابا. مساء الخير. ازيك يا عفريتة؟ ازيك يابا؟ اهلا يا حاج احمد. انت مش ناوي تحج صحيح يا علي؟ مش قبل ما احججك يابا انت وامي ان شاء الله. وحسين يابا. يا حبيبي بقالي سنة ما شفتكش. مطحون والله يابا، مطحون طول السنة اللي فاتت، كأني بدري في سبق. زي مراتك وولادك بيبوسوا ايديك يابا. ما جبتهمش معاك نشوفهم ليه يا ابني؟ ايه الايام دي مدارس ومش فاضيين، ولا انا فاضي. انا جاي في مأمورية كده سريعة وراجع على طول. حضري لاخوك العشاء يا بنتي يا منصور. زمانه وقع من الجوع يا ضناي. انت بتقولي فيها ياما، عندكم ايه يا منصورة؟ كل اللي نفسك فيه يا أبي. ايه يا بيه دي يا بنت؟ قلت لك 1000 مرة ما تقوليش الكلام المرق ده قدامي. الناس كلهم بيقولوا الوقت يا بابا. ما تسيبها يا نعمان. الله يلا يا بنت. حاضر يا ماما. شوف اخويا البيت، انا فاهم طالعه لي فيها على ايه؟ بابا وماما وابيه كانت البلا. كل وقت وله أذان يا بحر. وولاد الأيام دي بيقولوا كده. طمني عليك يا أحمد. انا كويس والحمد لله. انت ازاي صحتك؟ الحمد لله يا ابني زي ما انت شايف. خلاص بقى يا أحمد هناخد زماننا وزمن غيرني. يلا حسن الختام يا ابني. ما تقوليش كده ياما. خليها تقول عشان تلاقيني متجوز قبل ما تربعن ان شاء الله. شوف يا اخويا الراجل قادر وتعملها يا نعمان يا عربي. هي دي أول مرة يعني. المهم يا أحمد أنت فاكر وعدك ليا يا ابني؟ بالنسبة ليه ياما؟ لمنصورة أختك يا حبيبي. ايوه طبعا ياما. هي بس تخلص المعلمات واخدها عندي في مصر وادخلها المعهد اللي انا بعمله. معهد؟ لو انت هتعمل معهد يا احمد؟ ايوه يابا، ما هو ده الموضوع اللي انا جاي له. هترهن الأرض يا أحمد؟ ياما مش رهنية، دي ضمان لسلفة انا هاخدها من البنك. طب لو ما قدرتش تسدد السلفة دي؟ ان شاء الله هقدر. ده مشروع مضمون باذن الله، ومشارك معايا ناس كبار قوي. ما رديتش على سؤالي برضو. لو المشروع بتاعك ده خيب ومعرفتش تسدد السلفة؟ والله ورجعت لمشروعاتك بتاعت زمان يا احمد. هي السلفة اللي انت محتاجها دي قد ايه؟ 10,000 جنيه. يا نصيبتي 10,000 ايه؟ لا يا احمد لا. لا يا نعمان، الارض دي مش ارضك لوحدك يا ابني، دي ارض عيلة بحالها. اخواتك البنات قبل الصبيان ليهم فيها زي ما ليك حسب الشرع. ده بعد عمر طويل يا ولية. صلي على النبي. امال اللهم صل عليه. احنا مش ناقصين مشروعات ولا وجع قلبي يا احمد. خلاص ياما، اللي تشوفيه. طب قوم نام انت يا احمد، والصباح رباح باذن الله. طيب يابا، تصبحوا على خير. ايه يا ولية؟ اتجننتي ولا جرى في عقلك حاجه؟
خايفة يا نعمان، دي حقوق ورثي وربنا وصى عليها يا اخوي. ورثة ايه؟ وانا مت عشان تورثيني بالحياة؟ وبعدين مش تسمعي لغاية الاخر؟ أنا عارفة أحمد ابني ومشروعاته. تو بتكسري بخاطره كده وانت بقالك يجي سنة ما شفتيهوش. زعل مني؟ اكيد. طب أقوم أصالحه يا حبيبي بدل ما ينام مقهور. سيبيه الوقت، أنا بكرة هصالحه. بس اوعى يا نعمان، اوعى توافقوا على حكاية رهنية الأرض دي، اوعى. طب نامي نامي نامي، بكرة ربنا يحلها. انت نمت يا احمد؟ لسه يابا. طب تعال. امسك يا احمد. ايه ده يابا؟ الظرف ده فيه كل الورق بتاع الارض. ما تحرمش منك يابا. قلت لامي؟ امك خايفه عليك اكتر ما هي خايفه على اي حاجه تانية. ان شاء الله مش هخذلها ولا اخذلك، كلها كام شهر وارجع لكم الورق ده باذن الله. انا واثق فيك يا احمد وواثق في مخك النظيف. هو انا عمري هنسى لما عملت لي الحسبه بتاعت الطنبيل الاجره. المهم خد بالك من نفسك وسلمني على العيال. الله يسلمك يابا، ويبقى سلمني على اخواتي على ما اشوفهم. يوصل ان شاء الله. عاوز اقول لك على كلمه قبل ما اسيبك واخرج. قول يابا. محدش ضامن الموت من الحي. ربنا يديك طول العمر. لو جرالي حاجه وورق الارض معاك مش هقول لك غير كلمه واحده: راعي ربنا في امك واخواتك. تصبح على خير يا ابني. وانت من اهله يابا. ايه رايك؟ حلو قوي قوي وفي منطقه جميله جدا. بس يا ترى هيدولنا بكام الراجل ده؟ 5000 جنيه. ياه، ايه كتير؟ ده 4 ادوار. ايوه بس مش كبير شويه؟ انا شايفه صغير. صغير يا دكتور؟ هنجهزه منين كل ده؟ انت ضامن هيجي لنا كام طالب؟ ده بقى بكره يتملي وما يكفيش كمان، وهفكرك. يا دكتور يا دكتور ارجوك احلم على قدك. خليك متفائل. يلا يلا نروح نشوف النجار عمل ايه في التخت والصابورات. يلا في الايام دي ما كنتش بنام ولا بخلي صبحي ينام. جرينا ورا كل حاجه، النجار واليافطه والالات الكاتبه والحاسبه، كله. وفي شهر 7 كان المعهد جاهز لاستقبال الطلبه اللي مساعدهمش الحظ ودخلوا الجامعه، وده كان ميعاد التسجيل بتاعهم. ولغايه اخر شهر 7 مفيش ولا طالب هاوب ناحيه المعهد، وابتديت احس بالخطر. وبعدين يا صبحي؟ ربنا يسهل يا دكتور. مفيش واحد قرا الجورنال؟ مفيش واحد يجي يسأل حتى؟ مع اننا منزلين الاعلام في كل الجرايد وبالبنط العريض. اسمع يا صبحي، احنا هننزل الاعلان ده تاني بكره وفي الجرايد ال3. منين؟
ده خراب بيوت. هيبقى خراب بيوت اكتر بعد كل المصاريف اللي احنا صرفناها دي لو ما حدش جالنا السنه دي. اسمع، احنا هنضيف كلمه للاعلان هنقول فيها يتعهد المعهد بتعيين الطلبه في الشركات الكبرى والبنوك الاستثماريه. واحنا هنعمل كده فعلا؟ امال احنا فاتحين معهد ليه؟ ايوه بس ده تعهد ومعلن. خلاص بلاش كلمه تعهد، نحط نقول يقوم المعهد بتعيين الخريجين في الشركات الكبرى والبنوك الاستثماريه، ها؟ وننزلهم في جرايد الثلاثه بكره وبعد بكره. كمان ده خراب بيوت فعلا. ما هو اصل بكره الخميس وبعد بكره الجمعه، وهنستنى يوم السبت نشوف نتيجه ايه. يلا 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 ننزلهم في جرايد الثلاثه. بس لعلمك بقى احنا كده خلاص الفلوس شطبت. ربنا هيسهل ان شاء الله. قوم بقى يا صبحي ما تبقاش لكعي. الوقت بيعدي والفرصة بتفوت. مكتب التنسيق خد احتياجاته وقفل بابه، محدش جه، وسيطر عليا كابوس فظيع إن محدش يتقدم. أعمل إيه مع المساهمين وأنا اللي ضيعت فلوسهم؟ عملت ايه بفلوسنا يا فاشل؟ اما انت مش قد حاجه بتتعرض لها ليه يا فاشل؟ غيرت ليه في الاعلان يا احمد؟ غيرت ليه في الاعلان يا احمد؟ الأرض دي مش أرضك لوحدك يا ابني، دي أرض عيلة بحالها. راعي ربنا في امك واخواتك. إحنا مش ناقصين مشروعات ولا وجع قلب يا أحمد. احمد احمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا احمد؟ كابوس كابوس. ثانية، اشرب اشرب المية. كابوس فظيع يا بدر، كابوس فظيع فظيع. خير يا حبيبي خير. كانوا يخنقوني. هم مين دول؟ المساهمين معايا في المشروع وكان معاهم امي. احمد انت محمل نفسك اكتر من طاقتك وانا خايفه عليك. ادعي ادعي يا ممار ان المشروع ده ينجح وربنا ياخد بيدي، لانه لو فشل هتبقى مصيبه وكارثه حقيقيه. ربنا يوفقك يا ابن عقيل ويديك على قد نيتك.